في الفيديو بتاع النهاردة هنعمل 4 وصفات من نص كيلو بس مفروم. بعد اللحمة المفرومة طبعا مع أسعارها ضربت في السما، واحنا داخلين على رمضان عايزين نعمل أكتر الأيام فيها بروتين. طب نعمل ايه؟ ضفنا إضافات حلوة قوي وكلها كمان مفيدة، وعملنا البرجر وعملنا كفتة البانيه وعملنا كفتة الحاتي ونوعين كمان من الكفتة. يلا بينا نبدأ على طول. انا جبت كده نص كيلو لحمه مفرومه، قسمته 4 اجزاء تقريبا متساويه، يعني عشوائي كده، يعني كل جزء حوالي 125 جرام. قبل ما تنسي بقى حطي اللايك واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، كل وصفاتنا موفره وهتوفر عليكي كتير. دلوقتي بقى حطيت كده كوبايه من البقسماط المطحون، وبصلايه متوسطه مفرومه، وبابريكا، وبهارات لحمه وقرفه وملح، وطبعا بيكنج باودر فلفل اسود او يعني بيكربونات الصوديوم، ومكعب مرقة لحمة علشان النكهة اللي جواه. ودلوقتي بقى حطيت اللحمة ومعلقة من الدهن وعجنت كل دوت كده مع بعضه، وجبت كيس تلاجة قطعته كده 4 تربع تقريبا، او يعني على حسب بقى قطعة البرجر اللي هتعمليها زي ما انتي شايفة معايا كده. وجبت غطا البرطمان بتاع الكاستر، ممكن لو انت عندك المكنه بتاعه البرجر دي اللي بتكبس البرجر اعملي بيها، بس الصراحه انا شايفاها مش اقتصاديه خالص. بتطلع قطعه برجر عملاقه كده، ويعني هتاكل معانا اللحمه كلها، والمفروض ان هي وصفه اقتصاديه يعني تكفي اكتر من حد. انا بقى بكبسه كده في الغطا بتاع البرطمان بعد ما اكون فرشته بالكيس، وطلعه كده بالكيس واحفظه برده بالكيس في ايه، في قلب الطبق الفويل، بحيث ان هو يفصل عن بعضه لما احط كذا واحده فوق بعضها واجي اطلعه من الفريزر ما الاقيهوش كله اتعجن في بعضه. البرجر دوت على فكرة أنا كنت واخداه من الشيف بتاع الهايبر. هما بيعملوا هناك بقى برجر وسجق وكفتة وكل حاجة. أنا واخدة الوصفة ديت والله بجد من الشيف هناك يعني. كنا ماشيين في الهايبر كده وسألناه طب انتوا بتضيفوا لها ايه؟ قال بقسماط مطحون. دي تاني حاجة بقى، عملت زودت برغل. دي للناس اللي ما عندهاش كبة هعملها بطريقة مختلفة شوية. هحط الأول كده البرغل مع اللحمة المفرومة مع الدهن مع آه، كيس من بهارات الكفتة. وبعد كده ابتديت بقى اعملها بايدي جامد كده، بحس ان انا ادخل كل حاجه في بعض ان هي تبقى عجينه. البرغل عشان منقوع كويس فهيتشكل معايا بسهوله، ويعني هيتعجن معايا بسهوله. ده بقى للناس اللي ما عندهاش كبه يعني. وحطيت طبعا معلقه من البيكنج باودر ومعلقه من البابريكا كمان علشان اللون، وبضايه. وهبتدي ان انا احط شويه بقدونس وشويه بصل، وابتدي ان انا اخلطهم مع بعض تاني. الوصفة دي طبعا مفيدة جدا، والبرغل مفيد والبيض كمان. آم، بصي بقى دي اكتر واحدة عملت معايا كمية حلوة جدا. انا طبعا دخلتها كده في التلاجة تتشمع، وبعد كده طلعتها عملتها بقى بانيه كده. انا ما عملتهاش تخينة يعني، حاولت ارفعها لان هي لما بتنزل الزيت كده كده بتلم كده و... يعني بتتخن كده وبتنفش. طبعا الاربع وصفات بتوعنا اساسي فيهم بيكربونات الصوديوم عشان خاطر ما تبقاش مكتومة. ابتديت بقى ان انا اشكلها كده، وبعد كده هحطها كلها على طبق زي ما هتشوفوا كده، واحطها في الفريزر تتجمد الاول عشان لما ارصها في طبق الفويل واخزنها فوق بعضها ما تلزقش في بعضها وما تعجنش تاني. يعني لازم نجمدها شويه الاول، مش لتمام الجمدان. بص بقى طلعت معايا كميه قد ايه، كميه حلوه جدا يعني، اظن تكفي 4 اشخاص يمكن اكتر كمان. دلوقتي بقى هعمل بحمص الشام، طبعا فوائده معروفه، وجبه مشبعه جدا جدا جدا. انا كنت فرمه 150 جرام من الدهن، قسمته على الوصفات كلها. فدوت كده معلقه برضو من الدهن، وشويه بصل، فص ثوم، ومكعب مرقه لحمه، واي توابل بقى معاه انتوا بتحبوها، بس انا يعني بحط مكعب مرقه اللحمه ده عشان النكهه تبقى قويه شويه. وحطيت بقى بقدونس، ده بابريكا وكركم وقرفه وملح وفلفل اسود، وبرده معلقة بيكربونات الصوديوم مهمة جدا عشان خاطر الدنيا متطلعش مكتومة معاكي. وبعد كده بقى حطيت اللحمة المفرومة.
الحمص وجبة مشبعة جدا، في ناس مش بتحب ان هي تضيف اضافات مختلفة، بس لا جربوا بتاعة الحمص ديت حلوة جدا. انا كنت المفروض ادي الحمص ضربة قبلها بصراحة عشان ما تاخدش معايا وقت، بس انا ما عملتش كده. طبعا الحمص دوت منقوع ومسلوق، يعني بتسلقيه كده حلو كده وتهريه على النار عشان خاطر يندمج مع الكفتة وما يبانش. بعد بقى ما عملتها كده وسويتها برضو حطيتها في التلاجة تتشمع حوالي 10 دقايق ربع ساعة مش كتير، بحيث ان المكونات كده تمسك مع بعض كده، ويعني تاخد وتدي كده مع بعض وتكون سهلة في التشكيل. دي بقى كانت طرية كده قوي، فانا دهنت ايدي زيت، وبعد كده ابتديت اصبعها صوابع. انتي لو عايزة ترفعي الصوابع عن كده تقصريها عن كده، انا عادة مش بتطلع معايا الصوابع يعني مظبوطة قوي بالملي بصراحة، بس انتي يعني حاولي تظبطيها عني. وحطيت بقى كده في الطبق الفويل، وحطيت بينها وبين الرق التاني قطعة من الكيس اللي انا كنت مقطعاه للبرجر. دي بقى اخر وصفة معايا. حطيت معلقة الدهن، وحطيت طبعا هما في المصنع بيحطوا دهون اكتر من كده واضافات اكتر واخطر كمان من كده. حطيت بقى البصل، وحطيت اللحمة المفرومة، وبقيت الكيس بتاع بهارات الكفتة، وحطيت فول صويا. طبعا انت عندك 4 وصفات مختلفة ب4 حاجات مختلفة، ضيفي اللي انت عايزاه وشيلي اللي انت عايزاه. وحطيت بقى ملح وفلفل وبابريكا وقرفة. ودلوقتي حطيت عليها فحمة كده قبل ما اصبعها، او قبل يعني ما احطها في الكيس بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها. وحطيت عليها شوية سمنة بحيث ان هي تشرب كده الدخنة وتبقى فيها كده الطعم بتاع الحاتي الحلو بتاعنا ده. دخلت بقى كده كل حاجة في بعض، واعملها بطريقة مختلفة شوية. احطها في كيس تلاجة عادي جدا، بس هبتدي ان انا افردها بحيث ان هي يعني ما تاخدش معايا وقت لما اطلعها وافكها، وكمان ما تاخدش معايا مساحة في الفريزر. واقسمها برضو كده، انتي لو مش عايزة تقسميها ما تقسميهاش، بس يعني كده اسهل، بحيث ان هي لما تفك تبقي عارفة ان هي دي الصوابع، وتاخدي كل صباع كده تصبعيه، ما تقعديش بقى تعجنيها من الاول وتقطعيها من الاول، لا. حاسه ان الطريقه ديت كده اسهل من ما تبقى كده كوره، تقعد بقى تفك في ساعات كتير وتقعدي تصبعي فيها من الاول وجديد. ده سمك الصوبع مثلا، وحاولي تخليها كلها كده بسوا واحد. جبت بقى السكينه الطويله بتاعتي دي، وابتديت ان انا كده اقسمها بشكل عشوائي. انا كده كده هصبعها تاني طبعا، بس اللي هو يعني انا عارفه ان ده صوبع وده صوبع وده صوبع، فمش هقعد بقى اعجنها بقى من اول وجديد واعملها وكده. دي بقى ممكن تحطيها في الفرن. الباقيين ممكن ان انتي تقليهم مثلا كده في حتة سمنة بلدي. طبعا البانيه معروف ان هي بتتقلي في زيت غزير زيها زي البانيه عادي. دي ممكن تحطيها في الفرن، تحتيها بصل وتحتيها فلفل. هتبقى حلوة قوي. ممكن كمان تحط لها فحمة لما تطلع، وممكن تكتفي بالفحمة اللي احنا حطيناها. وبس انا كده خلصت 4 انواع من اللحوم. طبعا انتي ليكي حرية الاختيار، حابة تزودي كمية اللحمة مفيش مشكلة، زودي كمية اللحمة، حابة تقللي كمية الإضافات اللي احنا حطيناها. أنا بس كنت حابة اديكي أفكار بحيث إن انتي يعني تعرفي كده تدبري وتوفري في رمضان. واللي يعجبك حطيه، ولا ما يعجبكيش حطيه، ما تربطيش نفسك بحاجة. خليكي دايما مبدعة. ما تنسيش بقى تحطي اللايك الحلو بتاعك دوت. شكرا على حسن متابعتك، وما تنسينيش كده بتعليق حلو.